بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صادق الوعد الأمين عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبع هدى الصلاة والتسليم إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي الغاليين، حبايبنا الزملكاوية في كل مكان، الحدث جلل ومحدش يقدر يقول غير كده. الزمالك على موعد مع لقاءات في غاية الأهمية، بداية من بيراميدز بعد غد إن شاء الله، وصولا إلى ماتشات ترجي والشبيبة بلوزداد الجزائري، ثم نختم لقاءات المجموعة إن شاء الله في مصر مع المريخ السوداني. خبر جديد، خبر سعيد، الفيفا يقرر نقل مباراة شباب بلوزداد إلى خارج الجزائر. يعني الزمالك هيلاعب شباب بلوزداد الجزائري بره الجزائر، وكأن الحظ يكاد يبتسم للزمالك إذا ابتسم الزملكاوية لأنفسهم. أمير مرتضى منصور يؤكد سليمان وهدان عضو مجلس الإدارة والقائم بعمل نائب رئيس النادي، والذي من المرجح تكليفه رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك، يؤكد تمسك النادي بأمير مرتضى منصور، وأنه له كل العذر في الحالة النفسية التي يمر بها لغياب والده، ولكنه آجلا أم عاجلا سيعاود الظهور في الزمالك والقيام بمهام عمله، لأنه هو الأقدر على استكمال المسيرة. في لقاء الأهلي والداخلية حصل مجموعة حاجات في غاية الجمال والروعة، ولكن الإعلام سكوت، ممنوع التصوير. يعني محدش قال إن الشناوي ورامي ربيعة مسكوا في بعض في الملعب وفي أوضة اللبس، والتطاول طلع من الألسن إلى الأيدي. لا يجرؤ صحفي ولا إعلامي إنه يتكلم، ولو اتكلم حبيبنا كريم حسن شحاتة هيقول مشدة خفيفة كده نتيجة نرفزة ملعب بعد التعادل. لكن لو شيكابالا هزر مع زيزو يبقى ضربوا بعض، مش كده ولا ايه؟ لك الله يا زمالك، اصل احنا عايشين في زمن المؤامرة. بدأت بعض التحذيرات من الزملكاوية ومن غير الزملكاوية ومن الإعلاميين اللي عاوزين يصدروا مشاكل للزمالك، بإن قضية خالد بوطيب شغالة، وإن الزمالك متجاهلها، وإن هيبقى فيه مشاكل. أكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن القضية لم يتم حسمها ولم يصدر أي قرار بشأنها، وهناك متابعة لكل التفاصيل التي تخص القضية، وأن كافة قضايا الزمالك المنظورة أمام القضاء محليا أو دوليا قيد المتابعة لحظة بلحظة. اللاعب طبعا احنا عارفين انه كان حصل على حكم ب2 مليون يورو و680 ألف من النادي، اللي هم باقي مستحقات عقده بالكامل. لكن بعد عودة المستشار مرتضى منصور طعن على الحكم، وتم تقديم مساندات وأوراق في القضية جديدة، وده فأعيدت القضية من أولها، يعني بيعتبر الموضوع بلا أحكام نهائية أساسا. في مفارقة يعني ما بتجيش كتير. حسام الحاج علي نجم تونس السابق يرسل رسالة محرجة لإدارة النادي الأهلي بتخص غرامة اللاعب محمود كهربا، ووجه فيها اللوم للزمالك على ضعف تعاقداته. يعني بيقول الناس اللي بتلوم الزمالك على ضعف تعاقداته، فإن تعاقدات الأهلي أيضا ليست جيدة. وانظروا إلى سافيو وأكتر من لاعب على نفس الشكل. طبعا ده هتطلع سكاكين الأهلي يتقطع فيه، لأن الكلام ده ما ينفعش. لا صوت يعلو فوق صوت ماتش بيراميدز ومن بعد منه الترجي، فيا ترى اللعيبة وصلت لحال إيه دلوقتي؟ تكلم أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والمكلف بإدارة النادي، الأستاذ سليمان وهدان عضو مجلس النواب وأكيد مجلس النواب السابق، في تصريحات تلفزيونية بالأمس أكد أن جمال عبد الحميد وإسماعيل يوسف يقومان بدور كبير في إبعاد اللاعبين وعزلهم عن المشاكل الإدارية،
وإن جمال عبد الحميد شبه مقيم مع الفريق لعزله تماما عن أي مشاكل إدارية، وتطمين اللاعبين على أن القادم في الزمالك أفضل، فيزول الأسماء ويظل الكيان. موقف محترم من كابتن مصر في كأس العالم كابتن جمال عبد الحميد وعضو مجلس الإدارة، وإسماعيل يوسف قادر إن شاء الله على إخراج اللاعبين. وبعدين زي ما بنقول الأندية بتساعدك، بتساعدك لما بيراميدز وفيوتشر يتعادلوا المباراة اللي فاتت، لما المقاولين يتعادلوا المباراة اللي فاتت. دول الثلاث فرق اللي هما بينافسوك دلوقتي على المركز الثاني، سواء بيراميدز أو فيوتشر. 37 انت 32. لو كسبت بيراميدز هتبقى 35، فرق بقى 2 بونت بينك وبين بيراميدز، لان بيراميدز هيتعطل مباراتك مع بيراميدز في 6 بونت. في انتظار تعطل فيوتشر، يبقى انت خلاص داخل الصندوق. طيب مباراة الاهلي والمقاولين الجايه ان شاء الله، المقاولين في حالة فوزه على الاهلي يحصل على المركز الرابع وتطلع انت خلاص من الكونفدرالية. تعادل الاهلي ده مع الداخلية يمنع أي فكر لدى الأهلي أو مسؤوليه في التهاون بالمباراة. تاني، مباراة الأهلي والمقاولين القادمة إن شاء الله مباراة ده تحمل القسمة على 2، لأن الأهلي بتعادله مع الداخلية ولسه له ماتشين مؤجلين. فلما هيلعب مع المقاولين الماتش المؤجل آخر ماتشات الدور الأول من موسم 22-23، المقاولين يلزموا الفوز على الأهلي علشان خاطر يلعب كونفدرالية والزمالك يخرج من مربع الذهاب. يعني الأهلي يتنازل عن 3 نقط كمان. ربما الأهلي لو كان كسب الداخلية امبارح كان بقت سهل عليه التضحية ب3 نقط، لكن إنه يتغلب يبقى فيه 5 نقط طاروا من الأهلي من 14، رجع الفرق ل 9 بونت اللي هو الأندر 10 بوينت. ده معناه إن أنت دخلت المنافسة تاني، وده هيبقى عبء كبير جدا على الأهلي. إذا الأهلي هيلعب قدام المقاولين باستماتة. التعادل أو الهزيمة للمقاولين يتيح للزمالك المشاركة في الكونفدرالية السنة الجاية إذا لم يحصل على بطولة أفريقيا السنة دي. قولا واحدا، سيبك من أي كلام. ترتيب ال 17 ماتش الأولانيين بتوع الدور الأول هم اللي هيتم تصعيد ال4 الأوائل لبطولة أفريقيا من خلالهم، زي ما حصل السنة اللي فاتت. طالما إن الدوري مش هيخلص في ميعاده في شهر 6. تمام. تاني بقول المقاولين بيراميدز وفيوتشر لعبوا معاك. كمان الاهلي لعب معاك بتعادله مع الداخليه. كمان الاتحاد الدولي لعب معاك لما نقل مباراه شباب بلوزداد من الجزائر الى خارج جمهوريه الجزائر الشقيقه. كل هذه المعطيات المفروض ان هي تدي لك دافع، تدي لك باور. المريخ يغلب شباب بلوزداد